في كل الحروب يدفع المدنيون الأبرياء ثمنها من دمائهم وأرزاقهم في هجمات غالبا ما تخطئ أهدافها، كما حدث في مدينة الزاوية شمال غربي ليبيا، حيث أسفرت غارات جوية عن وفاة مدنيين 2 وجرح 8 نتيجة سقوط صواريخ على محال تجارية بالطريق الساحلي في المدينة. قصف عشوائي آخر لطائرات حفتر استهدف محيط مصفاة الزاوية لتكرير النفط. لم تسجل هنا أي خسائر بشرية، لكن قذيفة أصابت مستودعا لتخزين الزيوت غرب بوابة مصفاة النفط. مؤسسة النفط الليبية نبهت في بيان إلى أن هذه الأفعال التي وصفتها بالعبثية تمثل جريمة حرب. يأتي الاستهداف الجوي بينما تشتد المعارك في محيط طرابلس بعد إعلان حفتر في 12 من الشهر الجاري بدء ما وصفها بالمعركة الحاسمة للزحف على العاصمة. دبلوماسيا تتكثف الاتصالات والتصريحات الدولية بشأن الأزمة، أما الدول الإقليمية الفاعلة في المشهد الليبي فتسارع إلى ترتيب أوراقها استعدادا للمرحلة المقبلة من الصراع، لا سيما بعد حصول حكومة الوفاق على تعهدات من تركيا لدعم مجهودها الحربي ضد حفتر الذي يحظى بدعم عسكري وسياسي سخي من أطراف دولية عدة بينها الإمارات ومصر وروسيا. القرار التركي بدعم حكومة الوفاق برا وجوا وبحرا قد يقلب المعادلة لصالحها، وستكون له تداعيات إقليمية كبيرة. أما موسكو التي تدعم حفتر سرا بمئات المقاتلين المرتزقة فرفضت الخطوة التركية، واعتبر الكريملين أن أي تدخل من دول أخرى في الوضع الليبي لن يساعد في التوصل إلى تسوية. وفي موازاة ذلك أيضا تجري دول داعمة لحفتر تحديدا مصر اتصالات دولية للضغط على تركيا لمنع إرسال قوات إلى ليبيا وتهيئة الأجواء لتسوية سياسية يرى الجميع أنه لا بديل عنها في ظل عدم قدرة الأطراف على الحسم العسكري، لكن كل طرف يسعى لأن تكون مثل هذه التسوية لصالحه.